تقول لي قادر عشان دي واحده صفرا. امك ما لقحتش، دول فلاحين وي وي وي. ازيكم عاملين يا اخوات؟ وحشتوني كتير جدا جدا جدا. هلا والله عليكم، والله انتوا حشتوني. النهارده فيديو جديد وترند جديد. طبعا انتوا عارفين جدا. تمام. عمر ودينا، عمر بسيوني ودينا. احنا نشوف بس اول مره انت تشوفنا، اول مره انت تعرفني، اشترك في القناه واعمل لايك واشترك على طول. يلا بينا. ايه اللي حصل؟ مين؟ عمر بسيوني ودينا ياسر. تمام. انا ما اعرفش اسمها قوي بس يلا. تمام يلا بينا. والله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا ما كنتش اصدق ان هو حد يعمل معايا كده. الفيديو ده موجه لوزارة الداخلية وقضاة مصر. يا جماعة أنا عريس اتكسر فرحتي واتغدر بيه واتنصب عليا يوم كاتب كتابي، والمصحف ده كلام أشهد عليه قدام ربنا. كل كلمة هتطلع مني صدق، مش هكدب في ولا كلمة هقولها في القصة دي. أنا يوم كاتب كتابي قعدنا كلنا عشان نكتب كاتب الكتاب وكتبت الكتاب، وقعدت أسأل المأذون إيه الورق ده أنت بتمضينا على إيه؟ أنا مش عاطي إخوانة طبعا وبتعامل بأصلي، وهو مش عايز يقول لي، المأذون ما كانش عايز يقول لي اي حاجه خالص. المهم خلصنا يوم كاتب الكتاب، فرحنا وعيطنا وانبسطنا وروحنا نمنا. صحيت الفيديوهات اتبعتت لي ولقيت نفسي بمضي على قايمه على بياض. طبعا بقى كل الكلام ده بدون علمي، بدون علم اهلي. ابويا اللي كان موجود معاهم من اول اليوم محدش بلغه، كانوا كلهم عمالين يتهربوا منه ومحدش بلغه باي حاجه ولا عرفه انا همضي على ايه، ابنك هيمضي على ايه. يعني انت تكتب فيها اللي انت عايز تكتبه وبعد كده انا توديني في داهيه. ومعايا اثباتات لكل كلمه انا بقولها، وكل اللي في الفيديو ان المأذون عمال يخبي صوره القايمه، ورقه القايمه كان عمال يمحيها، مش عايز يوري لاي حد انا بمضي على ايه. والمصور عمال يقول لي نزل الشنطه وهو ما كانش عايز ينزل الشنطه، وقاصد ان هو يحط الشنطه وعمال يرفع في الغطا بتاع الشنطه عشان يداري الورقه تماما، عشان يداري انا بمضي على ايه اصلا. واقول له يا شيخ انت بتمضيني على حاجه انا مش عارفها ولا ايه؟ انا شاكك فيك. يقول لي يا عم امضي، ده انت بتمضي على عمرك وموتك. قسما بالله ده حصل ومعايا اثباتات، كل كلمه بطلعها معايا الاثبات بتاعها. يعني بالله عليك لو انت مأذون وبتتفرج عليا، في مأذون كده، في مأذون بيعمل كده. وبصوا بقى الصدمه اللي انا فيها واللي هي قهراني لحد دلوقتي. ابو العروسه كان يعرف كل حاجه، والعروسه نفسها كانت عارفه كل حاجه. يعني انا المغفل الوحيد اللي كنت في الفرح. ومع العلم بقى ان ابويا يوم الخطوبه قال له طلباتك ايه يا حاج؟ قال له يا عم سيبها على ربنا زي ما هي ماشيه، ولا جاب له سيره قايمه ولا جاب له سيره اي حاجه خالص. واول ما حددنا كاتب الكتاب واخترنا القاعه واخترنا كل حاجه، رحت له قلت له يا حاج اجيب لك الحاج ابويا امتى عشان نتفق على حاجات كاتب الكتاب وتفاصيل كاتب الكتاب؟ يقول لي مش وقته. 3 مرات اروح له، يعني تلبسوني يوم كاتب الكتاب وتغفلوني وابقى كده تمام وابقى كده راضي؟ هو في حد بيوافق على حاجه زي كده؟ ومع العلم اصلا ان احنا ما جبناش قشايه في الشقه كلها فاضيه. ثاني يوم بقى والدي راح له بالحسنى عشان يتكلم معاه بالراحه ويقول له اللي حصل ده ما ينفعش، ويجيب الورقه اللي انا مضيت عليها وانا متغفل. راح قايم مزعق ويقول انا بضمن حق بنتي والورقه كده هتترمى في الدرج. كلمت بقى المفروض اللي هي تبقى مراتي عشان اشتكي لها باللي حصل. طبعا بقول لها ابوكي عمل معايا كذا كذا كذا. قالت لي طب ما هو بيضمن حقه وبيضمن حق يا عمر، يعمل ايه؟ طب ايه رايك تيجي نقطع ورقه القايمه دي ونمضيك بقى على شيك على بياض؟ قلت لها شيك على بياض؟ قالت لي ما هو يضمن حقه منين وانا اضمن حقي منين؟ قسما بالله العظيم 3 كل كلمه بقولها حقيقه. طبعا الناس اللي هتسالني انت كنت مش بتشوف وانت بتمضي، او انت مثلا ما كنتش مركز وانت بتمضي على ايه، انت حط نفسك مكاني. انا واحد فرحان ومبسوط بعروستي وقاعد جنب عروستي ومبسوط، هو حققنا حلم عمرنا في 4 سنين. ازاي هركز في الورق؟ هقرا الورق كله؟ بس هم غدروا بيا، انا اتغدر بيا. ازاي يا جدعان 4 سنين يهونوا عليكم واكلين مع بعض عيش وملح، وبقول لك انت طلباتك ايه علشان انا اعرف، وتغفلني في كتب كتابي اكتر يوم يعني بيبقى يعني احلى يوم في حياه اي عريس. والله حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا ما كنتش اصدق ان هو حد يعمل معايا كده. وطالع عماله توحش صورتي قدام الناس، وفي ناس صدقت انت ندل وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، والناس عماله تحاسبن عليا وانتوا ولا تعرفوا حاجه.
خلاص كده انبسطتي، طلعتي سوقتي سمعتي وحش صورتي انا وعيلتي ان هم اصلا كانوا شايلينك من على الارض شيل. طلعت سواق سمعتهم وانا كنت باكلهم وكنت انا كعبي عالي عليهم. انت عماله انت بتشتمي وعماله تبواخي في ناس كانوا شايلينك من على الارض، خالاتي وامي واخويا ومراتي وكل الناس. اصلا انت بتجيبي اللي فيكي في الناس ولا ايه؟ طيب انا مش فاهم يعني. تطلعي كده تلقحي فيهم وتعبي فيهم. انا يا ستي ده ابسط مثال يا جدعان، ابسط مثال. برقص معاها في كتب الكتاب وفرحان ومبسوط، وهي جنب ودني بتقول لي هو الريتش عامل ايه؟ نزلت حاجه؟ هو الريتش عامل ايه؟ كويس؟ بتسال على الريتش ومش مبسوطه باليوم اللي احنا فيه. ريتش ايه وخرا ايه اصلا؟ ريتش ايه والسوشيال ميديا زفت ايه؟ فيكي حيل اصلا وفيكي نفس ان انتوا تبقوا كلكم كده مع بعض وطالعه تلعبي وطالعه ترقصي وطالعه مبسوطه. مفيش راجل هيقبل بحركه زي اللي انتوا عملتوها. وحسبي الله ونعم الوكيل، اقسم بالله حقي هيجي، قسما بالله حقي هيجي، وانا عارف حقي هيجي ازاي. ربنا هيجيبهولي، والقانون اقسم بالله زي ما باباكي قال يا اما المشروع قانوني هنجيبه قانوني. يا جماعه مراتي في الاخر طالعه تطلع لايف وبتطلع لكم فيديوهات تقول لي انا اختفيت تاني يوم. انا اختفيت تاني يوم. انت بقى مش عايزه تقولي السبب ليه؟ انت فاكراني ان انا هسكت؟ انت مفكره ان انا هسكت؟ انا اختفيت ليه؟ في عريس بيحب 4 سنين وبيدفع دم قلبه وطالع عينه وبعد كده يسيب تاني يوم؟ انت هو ده مجنون؟ كان معايا اخر 10000 جنيه في جيبي قبل كتب الكتاب بيوم، ليك خاتم ب 10000 جنيه قبلها بيوم علشان تثبت ايه؟ عشان تثبت ان انا عايز افرحك، وما كانش معايا غير ال 10000 جنيه دول. جبت لك اخر فلوس في جيبي، جبت لك بيهم خاتم عشان تنبسطي وتفرحي في كتب كتابك، عشان ما تلبسيش حاجه فالصه. في الاخر بقى تيجي توحشي صورتي وتقولي ده اختفى وفي ومش راجل. بتقولي عليا انا مش راجل؟ انا لو واحد يهودي مش هيعمل كده. لو واحد يهودي مش هيسيب مراته تاني يوم. افهموا انتوا دماغكم كبيره. مفيش، انت عاقلها كده بالكلام، مفيش راجل هيعمل كده. وطالعه واخترعت قصه كده مع نفسها هي وشويه من صحابها ان حد من اهلي هم اللي حرضوني ان انا اسيبها. اللي هو ازاي يعني؟ انتوا ناس كبيره وفاهمه. ازاي يا جدعان؟ مفيش حد اقسم بالله العظيم تلاته والمصحف ده حرضني على حاجه. انا ما حدش حرضني، بس انا راجل ودمي حر. انا ما بقبلش على حد يمضيني على حاجه وانا ما اعرفهاش. ما حدش يمسك عليا ورقه. انا ما اختفيتش، انا بعدت خالص عشان انا اتصدمت صدمه حياتي. ده اول سبب الانفصال. خد بقى تاني سبب للانفصال. انا يوم لما رحت اتقدمت للخطوبه قعدت مع باباها، قال لي بص يا عمر انا مش هينفع اخطب لبنتي وانت لسه ما عندكش شقه. قلت له خلاص انا هعمل اللي عليا وان شاء الله هجيب شقه. كلمني في مره قال لي يا عمر انت معاك كام؟ قلت له انا معايا رقم كذا. قال لي طيب خلاص انا معايا رقم كذا هسلفه لك لحد ما تديهولي في اي وقت. قلت له خلاص. قال لي عشان دي تبقى شقه الجواز وكمان بالمره تبقى جنبنا. قلت له مفيش مشاكل. رحنا شفنا الشقه ومضينا العقد. كتب لنفسه في العقد 60% ليه هو و40% ليا انا، لحد ما اديله كل فلوسه اللي انا استلفتها منه. المهم سددت الفلوس دي في خلال سنه بالظبط. جيت من اول ما سددت الفلوس بقيت اقول له على تنازل للشقه، ان هو يعمل لي تنازل للشقه، وهو كان عمال يتهرب مني. اصل الضرايب ايه، اصل مش عارف ايه، مشاكل ايه، قعد يعمل حجج مش مقنعه نهائي. المهم جيت قبل كتب الكتاب بشهر عملت مشكله كبيره جدا ان هو يعمل لي تنازل، ومش هيحصل له مشاكل ولا حاجه، بس انا عايز احس ان هي شقتي بجد. وضبط فيها كل حاجه وحطيت فيها كميه فلوس رهيبه، وهو برضه مش عايز يعمل لي تنازل. وهي تقول لي يا حبيبي ما هي شقتك واحنا كلنا عارفين ان هي شقتك وانت مخلص كل فلوسك. معايا اثباتات كبيره جدا جدا ان انت تثبت ان هي شقتي. المهم يا جماعه احنا قعدنا قعده كده بعد كتب الكتاب عشان نحل مشكله القايمه ومشكله الشقه. قلنا له على موضوع الشقه، قال لنا مش هعمل تنازل للشقه. ليه مش هتعمل تنازل للشقه؟ عشان انا هكتب التلتين للبيت والتلت لابنك. اصل انا لو كنت شغلت الفلوس اللي انا كنت سلفتها له دي كان زمانها جابت كتير، فانا عايز مكسب 160,000 جنيه. بره القعده راح مكلم واحد قال له لو مش عايز البنت انا عايز تعويض لبنتي 300,000 جنيه، وعايز مكسب الشقه علشان اعمل تنازل 160,000 جنيه. بالله عليك في كده؟ بالله عليك في حد يقبل كده؟ والله العظيم والمصحف ده ما وقفت معايا في ولا موقف. بقول لها في عز القرف، بقول لها ابوك عايز مني 160,000 جنيه، تقول لي ما هنعمل ايه؟ انا ماليش دعوه بالحوارات دي كلها، ده كلام رجاله، انتوا تسفلوا مع بعض، انا ماليش دعوه، خرجوني. يعني ايه نخرجوكي؟ امال مين؟ انا بحارب لوحدي؟
انا عمال احارب لوحدي في كده؟ هل في قانون بيقول كده ان انت البنت بتتعوض ب 300,000 جنيه؟ انت بتدي رقم مع حالك، انت بتبيعها ولا انت ايه؟ طيب انت يعني بني ادم؟ في قانون اصلا بيقول انك انت لو مش عايز البنت 300,000 جنيه ومليون جنيه واي حد يحط رقم اللي هو عايزه بيتمن بنته؟ في حد يتمن بنته؟ ويقول لي ايه بقى لو حل تاني؟ يا اما نمشيها قانوني وانا هعرف ازاي امشيها قانوني واحبسك. قسما بالله وحياة المصحف ده كل كلمه انا قلتها حقيقه، واقسم بالله ما بكذب عليكم في ولا حرف. وانا هوريك قانون بلدي هيعمل ايه في الحوار ده. حد يقول لي انا ذنبي ايه ان انا حبيت؟ انا ذنبي ايه اللي انا مشيت بما يرضي الله علشان اتجوز؟ هل كل الشباب هيحصل معاه كده؟ بيحصل معاه كده؟ يا جماعه انا واثق في وزاره الداخليه وفي قانون بلدي بجد، هو اللي هيجيب لي حقي كله كامل متكامل ان شاء الله. وواثق فيكم كلكم ان انتوا هتبقوا واقفين جنبي وبس. حسبي الله ونعم الوكيل. ابو العروسه تمام كتب لعمر وصل امانه او معنى اصح بسبب طبعا بسبب المهر والشبكه والكلام ده. بصراحه هو كل كلمه هو جالها كلامه صح، عشان تاني يوم على طول لقيت ناس سجلوا اللايف بتاع دينا. طبعا دينا شيء معنى صحيح شتمية والكلام ده، بس تعالى بقى اشوف اللايف بتاع دينا ونحكي مع بعضينا شوية. تمام يلا بينا يا اخواتي. راب اخوك اللي لقحت وقول لك قادر عشان دي واحده صفرة. امك ما لقحتش، دول فلاحين وي مالهم الفلاحين؟ مالهم الفلاحين احسن منك؟ ولا امي طلعت لقحت ولا قالت حاجه، ابويا ما طلعش اتكلم، اخواتي نفسهم ما طلعوش اتكلموا، ما حدش من عيلتي فتح بقه واتكلم او رد عليك. لكن انت قليل الادب، انت مش راجل، والله ما راجل. يا ابني في بنت في النص ما تظلمهاش يا ابني، لا انا هطلق. يعني معنى اصح حب 4 سنين. تمام 4 سنين بالظبط بعد كتب الكتاب. ماشي طبعا ابو العروسة غفل عمر بسبب وصل امانة او شيك من بياض. معنى شيك البياض ده ايه؟ هو لما شيك البياض ده تمام او امضى شيك البياض ده، يعني هو ابو العروسة يكتب اي رقم 1,000,000 6,000,000 7,000,000. انا كده تقريبا فهمت الموضوع كده. تمام وتاني يوم على طول فعلا كلام عمر 100% صح. تمام هي طلعت لايف تمام وشتمت عمر واهله وطبعا اخوه وطبعا مرات اخوه. يعني مش عارف اقول لك ايه يا عمر والله. بس انت تمام انت ان شاء الله باذن الله يعني تختار بنت الناس تختارها بره السوشيال ميديا. اوعى تختار واحدة من السوشيال ميديا تاني خالص. تمام تعال بقى اشوف تمام ايه اللي حصل. او في لايف تاني، اللايف ده بيحكي كل حاجة. وطبعا في جزء تاني طبعا يا اخواتي بسبب كده. بس اول مرة انت تشوف، اول مرة تعرفني، لايك واشترك في القناة عشان شيروا الفيديو ده اكتر واكتر. تمام يا ريت يعني. تعال بقى شوفوا. تعال عاملين لي رباطيه مرات اخوه واخوه واختها وامها وابوها وامه وهو عاملين لي رباطيه. ايه الهبل ده؟ ايه العبط ده؟ انا هطلع لكم في فيديو بقى، مش لايف، فيديو بقى جميل كده في كل حاجه. اسمعوا بقى السب والقصف اللي انتوا شايفينه، يعني تسمعوه بودنكم، تسمعوا كل حاجه كل حاجه. البنت بقت تصغر لي كده في كتب الكتاب وتصغر لي. تمام عمر او معنى اصح قصدي دينا. يعني ايه يعني معنى اصح هي تحاول تغلط لعمر او تغلط فيه. تمام عشان سمعته، عشان هو تقريبا الصفحة بتاعته بسم الله ما شاء الله داخلة على 1,000,000. يعني هي تقريبا استغلت حبه. يعني هي اساسا استغلت عمر بحبه عشان وصل امانة او معنى اصح شيك البياض وكتب جايمة. تمام وطبعا بسبب الكلام ده المأذون تمام لما كتب الكتاب
كتب هو تمام يعني ايه، شوفوا كده الصورة ديت، انتوا بس انتوا هتشوفوه وانتوا هتعرفوا. تعالوا كده اهو، هي دي الصورة اللي الناس كلها تمام شيرتها على الكومنتات او على اي منصة على السوشيال ميديا. هي دي يعني كل كلمة عمر صح 100%. تمام. انا مش عارف اقول لك ايه يا عمر والله، بس انت يعني انت كده بينت 100% البت ديت يعني مش اسمه ده، هي مش كويسة عموما. ايوه هي كويسة بنت الناس بس هي مش كويسة من ناحية ايه بقى، من ناحية الذهب والكلام ده. بس هي قالت في الفيديو، بس الكلام ده برضو في جزء تاني تمام، والجزء ده مهم جدا جدا. تمام. قالت هي مش عايزة فلوس ولا مش عايزة اي حاجة، شبعانة معنى اصح. تمام. طب لو هي فعلا شبعانة، طب ابوها عامل كده ليه؟ فعلا من بدايتها فعلا عمر، او معنى اصح من بداية لما هو سني اتقدم لدينا. طبعا ابوها تمام ساعد عمر بفلوس وساعد في حاجات كتير قوي، كلام صح 100%. تمام. بس انا بالنسبة لي تمام، بالنسبة لي اللي انا اساسا بشوفه على السوشيال ميديا ده اسمه نصب، او اسمه ضحك، او معنى صح تخفيلة وكده تجريما كده. تمام. بس ربنا معاك يا رب يا عمر بسيوني طبعا. ومش عارف اقول لك ايه، ده شيك البياض ده بسبب شيك بياض. وطبعا شيك البياض ده يا اخواتي، يعني لو هو عمر مضى الشيك ده تمام، ابو العروسة قصدي ابو العروسة طبعا تمام يكتب اي رقم بسبب الذهب والشبكة والمهر والكلام ده. يعني انا واحد اهو تمام مش متجوز، انا ما اعرفش حاجة اصلا في الحاجات دي. تمام. بس انا فهمت الفيديو، فهمت الفيديو بتاع عمر تمام، كله ده تمام يعني اتغفل معنى اصح، معنى كده اتغفل بجد. يعني ربنا معاك يا عمر، ربنا يوفقك. تمام. لو فعلا انت تشوف الفيديو ده ربنا يوفقك يا رب. ويا ريت يا اخواتي شير الفيديو ده في كل حتة. تمام. ولف يعني بصوا لف مصر كله عادي. بس اهم حاجة حاج عمر تمام هيرجع، كده هيرجع. تمام. وعشان ناس كتير قوي تمام اتكلموا في الموضوع ده. كده خلصنا النهارده الفيديو، يا رب عجبكم الفيديو ده. اشترك في القناة واعمل لايك واشتراك. وطبعا يا اخواتي في فيديو تاني او في حلقة تانية بس اتكلم على دينا واخوها اللي هو طلع من الاكونت. هو طلع فيديو قال كلام كتير او كلام مهم جدا. الفيديو الجاي في الكلام ده وفي ادلة كمان. بس كده اشترك في القناة واعمل لايك يا اخواتي. يلا معاكم محمد عاطف. مع السلامة يا اخواتي.